أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهاردة منتج جديد، منتج عملي أكيد هيعجبكم إن شاء الله. اتسألت عليه كتير. لو أنت أول مرة تشوفنا فإحنا قناة مزمز مزايا مهتمية بالتكنولوجيا والإكسسوارات والديكورات وأي منتج نازل في السوق جديد. طب المنتج النهاردة معانا ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن فواحة ديكور على شكل عربية، تتحط على التابلو، تتحط في مكتب، ممكن تقدمها كهدية جميلة في المناسبات. هنفتحها دلوقتي ونشوفها عبارة عن إيه ونشوف بتشتغل إزاي. هي عبارة عن فواحة على شكل عربية، ليها قاعدة زي ما انتوا شايفين زي كده، وهنا في زي دواير صغيرة هقولكم دي برضو عبارة عن ايه. قبل ما نبدأ في الفيديو عايز اعرفكم ان احنا بنجيب المنتجات بنصورها، بتقعد معانا شهر او شهرين. لو في اي استفسارات عليها او في اي حد حب يعرف ايه مزايا تانية فيها بنصورها لكم او بنعمل عليها فيديو تاني او بنجاوب على الاستفسارات دي، وبعد كده بنطلع هدايا للعملاء اللي كاتبين لنا كومنتات على الفيديوهات. بنختار كومنت عشوائي وبنحاول نتواصل معاه ونطلع له منتج من المنتجات اللي احنا بننزلها على القناة دي هدية ليه. في بداية الفيديو عايز اعرفكم ان في هنا كده زي دوائر 12 دايرة. ده عبارة عن ايه؟ فكرة كده جميلة وظريفة قوي. انت بتطلع الارقام اللي هنا تحطها هنا كأنك مثلا بتكتب رقمك. تمام، شايفين الارقام دي كلها؟ بنكتب رقمنا هنا هو، بحيث انت مثلا شغال اوبر او اندرايف، او حتى برضو سايب العربية بتاعتك راكنها في مكان ما، وسايب رقمك هنا على التابلو قدام وورا، بحيث ان اللي قاعد جنبك يشوف الرقم، او لو في حد واقف بره العربية يبص على العربية من جوه فيشوف الرقم بتاعك مكتوب على التابلو. يعني تفاديا لأي مشاكل، انت راكن في مكان مش مظبوط، في مشكلة ممكن هو يتواصل معاك فيها، لكن ركنه مش تمام وزانق عليه عايز يطلع منك فمش عارف، فيقدر يشوف رقمك من على التابلو يتصل بيك يتواصل معاك. ففكره جميله جدا ان انت تكتب رقمك هنا اهو في المكان ده، تلزق الارقام دي في المكان ده وتكتب رقمك. وفي نفس الوقت لو في اي ظرف طارئ يقدروا يتواصلوا معاك بكل سهوله، عشان يقولك مثلا على مشكله حصلت في عربيتك، او مشكله مثلا لازم ترجع لهم او يعرفوا يوصلوا لك فيها بسرعه. او حتى انت لو شغال اندرايف او اوبر، حد ياخد رقمك من على التابلو، بحيث انه ممكن يتواصل معاك في مشوار خاص بيه، او تقدروا تتواصلوا مع بعض في اي حاجه يعني. دي بتتلزق على تابلو العربيه، وبيكون معاها لزقه دبل فيس قويه جدا. ده لزق الدبل فيس، تمام، بتلزق على التابلو بحيث ان هي تبقى ثابته وقويه جدا. هنا في خليه شمسيه لما بتقرب من الضوء، بس ضوء عالي، هجيب لكم دلوقتي ضوء كشاف. طبعا العربية بتبقى ماشية في الشارع في النهار، فطبعا بيجي هنا شمس فبتقدر تشغل المروحة ديت. هنفتحها دلوقتي ونشوف ازاي نقدر نوصل الفواحة اللي جوه عن طريق القطعة ديت. وطول ما هي موجودة في العربية طبعا بتطلع العطر بتاعها او الريحة بتاعتها. خليكم معانا ما تروحوش في اي حتة. متابعينا ومشاهدينا، رجعنا لكم مرة تانية في قناة مزمز. لو لسه ما نسيتش، لو نسيت تعمل لايك للفيديو متابعة للقناة عشان تشوف كل جديد، فأنا بفكرك تعمل لنا متابعة عشان تشوف كل جديد، واكتب لنا في الكومنتات محتاج تشوف ايه. أول حاجة عشان خاطر أقدر أركب القطعة دي وتطلع لي العطر بتاع الفواحة، فأنا بفتح الغطا ده كده بالراحة، بلاقي طبعا إزازة العطر زي ما انتم شايفين. طبعا هي حتى لما بتخلص مش بتترمي، لا انت بتفتح وتجيب من عند بتاع العطور أي عطر انت عايزه وتحطه في الازازه دي، تبدا تفوح لك من تاني ريحه العربيه. طول ما انت راكنها هي بتطلع لك العطر بتاعها. بفتحها ازاي؟ بفتح عن طريق الغطا ده كده، تمام. في هنا غطا كده تاني زي ما انتم شايفين، بفتح الغطا اللي جوه ده. بعد ما افتح الغطا اللي جوه دوت، انا بركب القطعه دي كده بالمنظر ده، بحطها كده جوه للاخر، تبدا بقى ايه تطلع لي العطر بصفه مستمره. عايز اقفلها بقوم برجع القطعه دي كده تاني، كده انا قفلت الزيت اللي جوه او العطر جوه، مش هيطلع تاني لحد ما انا ابدا استخدمها في اي مره تانيه. ودي قطعه برضو حمايه اضافيه ليها. فانا بعمل ايه؟ بركب دي واقوم قافل عليها بالغطا ده كده، تبدا ايه العطر يطلع منها طول ما انا سايب العربيه في اي مكان، وابدا ارجع دي كده مكانها. عايز بقى اوريكم دي ازاي بتلف وبتعمل منظر جميل، بس في اضاءه طبعا بتبقى اضاءه الشمس العاديه. زي ما انتم شايفين جبت كشاف قوي، بصوا لفت ازاي، عشان دي خليه شمسيه، اول ما تتعرض للضوء بتقوم شغاله زي ما انتم شايفين كده. انا بعدت فهي قفلت كده، انا قربت الكشاف القوي ده بدات تشتغل تاني بشكل سريع. طبعا بتدي منظر حلو كده على طابلوه العربيه.
ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوفوا كل جديد، واكتبوا لي في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه تاني. وشكرا.